السلام عليكم. الأسماء اللي جت لدورينا لازم تخلي الدوري يكون صعب على الجميع، ولكن الهلال في 34 مباراة في الدوري قدر ينتصر في 31 مباراة ويتعادل في 3 مباريات، وهنا يبين لك أن الهلال كان قوي على الجميع وفارق بشكل كبير في الملعب. خلينا نتكلم عن النصر في هذا الموسم قدم شيء كبير في الملعب وكان فارق، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن الهلال كان فارق على الجميع وكان ينتصر في جميع المباريات وحقق الدوري الذهبي على هذا الأساس. الهلال كأرقام تخطى 101 هدف في هذا الموسم، أرقام ما كنا نشوفها في الدوري السعودي، والأرقام هذه ما نشوفها إلا في الدوريات الأوروبية. وقبل لا نتعمق لا أوصيك باللايك عشان يطير لأكبر عدد ممكن، ولا أوصيك بالاشتراك، وصلوا على سيد البشر حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وزيد وبارك. في البداية خلينا نتكلم عن الهلال والنصر. الهلال والنصر هم الناديين الوحيدين اللي كانوا فارقين في الدوري. صحيح ان الهلال كان افضل وقدر يحقق انتصارات متتالية وقدر ينتصر على الفرق الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، اكتسح الجميع في هذا الدوري في هذا الموسم. صحيح ان الهلال كان افضل وقدر يحقق انتصارات متتالية وقدر يفوز على الجميع في الدوري وقدر ياخذ الدوري الذهبي، ولا بد منا ان ننصف الهلال في هذا الموسم. الهلال كان استثنائي بكل معنى الكلمة، كان استثنائي وفارق عن الجميع. الهلال حقق سلسلة انتصارات 34 مباراة متتالية بدون هزيمة او تعادل، وقدر يتخطى 101 هدف. هذه الأرقام اللي ما كنا نشوفها إلا في الدوريات الأوروبية، وهنا يبين لك الشغل الكبير اللي تقوم فيه إدارة الهلال أو الإدارات السابقة. قدرت تبني فريق قوي واستثنائي. تخيل معي في 5 سنوات يحقق 4 بطولة دوري، والآن وصل ل 19 بطولة دوري، وأقرب منافسيه مين؟ النصر والاتحاد ب9 بطولات. شوف الفرق الكبير اللي بينهم، الهلال فارق عنهم ب10 بطولات دوري، وانا متأكد لو الهلال استمر على هذا الفكر راح يوصل لبعيد. خلينا نجيب ادارات الاندية الباقية. لازم من ادارات الاندية الباقية انها تركز على الفريق وتخلق بيئة تنافسية صحية في النادي. ترى الهلال ما يفرق عن الاندية الباقية، كلهم نفس بعض. اللي يفرق في الهلال ان الهلال ما في لاعب اكبر من النادي، اي لاعب يخطئ لازم يتحاسب، واي لاعب يقصر يقعد في الدكة، ما في مجاملات نهائيا. واداريين الفريق قادرين انهم يخرجون افضل اداء من كل لاعب في الملعب. هذا هو الفرق الوحيد اللي بين الهلال وباقي الأندية. عشان كذا ما تسمع مشاكل في الهلال، مو معناته ان الهلال ما عنده مشاكل، لابد انه يكون فيه مشاكل، بس إداريين الفريق قادرين انهم يتحكمون في غرفة الملابس وفي الشيء اللي لازم يطلع للإعلام او الشيء اللي لازم ما يطلع للإعلام. اتمنى الموسم الجاي يكون افضل من الموسم هذا. الموسم هذا الهلال قدر يسيطر على الجميع وقدر ينتصر على الجميع. نجيب النصر في هذا الموسم قدم شيء كبير في الملعب، قدر ينتصر على الاتحاد وقدر ينتصر على الأهلي وقدر ينتصر على الشباب، قدر ينتصر على الجميع، وكان فارق في الملعب بشكل كبير. وكأرقام النصر قدر يتخطى 100 هدف وقدر يحقق سلسلة انتصارات متتالية. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة ان الهلال ما خسر ولا اي مباراة، عشان كذا قدر يحقق الدوري الذهبي. للأمانة كاسترو قدم موسم كبير، وأنا أستغرب من بعض الجماهير النصراوية اللي يطالبون بإقالة كاسترو ناقصوا أسماء بسيطة في الميركاتو، وأنا متأكد إنه في الموسم الجاي راح يكون فارق في الملعب. بإذن الله في الأيام الجاية راح نتكلم عن الأندية وإيش الاحتياج اللي يحتاجه كل نادي في الميركاتو الصيفي. والآن متبقي لنا مباراة واحدة في هذا الموسم. شاركني في الكومنت، مين تتوقع يفوز بكأس الملك، الهلال أو النصر؟ ولا أوصيك باللايك ليوصل لأكبر عدد ممكن والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.